طلعت مالك؟ مصيبة يا زين، مصيبة. في ايه ما تنطق؟ الحشيش اتسرق. يخرب بيت سنينك، انت يا راجل ما بيعيشلكش حشيش؟ كل ما تاخد بضاعة تضيعها؟ كدك خيبة. بقول لك يا زينة وحياة أمك العملية مش ناقص تأنيب، وبعدين مش كل شوية تقطبيني. مش عايز أسمع صوتك طول ما أنا قاعد في البيت، فاهمة ولا لأ؟ خوفتني. وهتعمل ايه يا سابع؟ هشوف كده، أحاول أتصرف في أي حاجة، أجيب أي فلوس، أحاول أدفع فلوس المصيبة دي. سيبيني بس دلوقتي، أنا هحاول أتصرف. رايح فين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ادخل جوه غير. صحيح، الواحد عقله طار. بعد اذنك يا حبيبي، عاوزين نمدد فترة المراقبة على العيال دول. تاني؟ ايوه. وهي فترة المراقبة اللي فاتت أثبتت حاجة دينهم؟ في الحقيقة لأ، لكن أنا متوقع إن شاء الله إن الفترة الجاية هيقعوا. وممكن لأ. أنا آسف يا الشبيه. يعني مش هقدر أمدلك فترة تانية. لو العيال دول هم فعلا اللي سرقوا كان ده الثبات لك الفترة اللي فاتت. أيوه بس دول عيال، دول شوية طلبة مستهترين، مش معنى كده إن هم حرامية. اتفضل يا الشبيه، شكك ما كانش في محله. شكك جدا. لا متأخر كده ليه؟ مش عارف. زينة القلوب. طلع. ازيك يا زينة؟ الحمد لله على السلامة. وحشتينا يا بنت، عاملة ايه؟ انت كمان الحمد لله. طلعت يا حبيبي. صباح الفل طلع. حبيبي ابو نزل، الف بركة يابا انك خرجت. الله كده يبارك اخدت فيك. براءة؟ الحمد لله، خرجت بضمان محل اقامتي ودفعت كفالة كده يعني. الحمد لله على سلامتك. ربنا يكرمك، انا ربنا مش يكرمك يا عارفة بنت. الحكومة دي بتتهم الناس بالباطل كده ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها. بالباطل؟ فيها طلعت بالباطل. بالباطل. انا خرجت بالقانون. القانون هو اللي نصفني. الحكايه دي معموله لي مكيده وانت عارف، بس الحمد لله خرجت مرفوع الراس. ألف بركة إنك خرجت. متر 20 باكو طلعت. يا ريتك ما خرجت. ادخل. صباح الفل يا سعادة الباشا. أهلا يا عماد، تعالى. يا باشا أنا مش هاخد من وقت سعادتك كتير، يعني أنا كنت جاي أعرف أي أخبار عن عصابة ال9 مللي. مفيش جديد يا عماد. الله، هو مش سعادتك قلت لي المرة اللي فاتت إن في مشتبه فيهم وأنتوا بتراقبوهم؟ ما لقيناش أي إثبات عليهم إن هم اللي بيسرقوا. يعني القضية اتحفظت يا باشا؟ ما اتحفظتش. التحقيقات شغالة وهنقبض عليهم إن شاء الله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا باشا، ما تحرمش منك يعني. يعني لو فيها اساءة ادب مني يا باشا، يعني حضرتك لو تحب ان انا اساعدك في اي حاجه انا تحت امرك. جربني بس يا باشا، يعني قول لي اي خيط كده وشوف انا هعمل ايه. جرايه يا عم عماد؟ يعني انت هتعرف توصل اللي احنا مش عارفين نوصل له؟ في ايه؟ لا يا باشا، العفو طبعا يا باشا، بس يعني يوضع سره في اضعف خلقه. طب جربني يا باشا. لعلمك انا ليا مصادري جوه الوزاره وبره الوزاره. مفيش معلومات تانية هقدر اقولها لك غير ان العيال دي هيتقبض عليهم ان شاء الله والتحقيقات شغاله. لا يعني سعادتك قافل النهارده، لا مودك مش حلو بصراحه، يعني واضح ان في حد مضايق سعادتك. طب قول لي مين طيب وانا يعني. طب انا عموما يعني انا هعتبر المقابله دي ما حصلتش عشان سعادتك ما تتضايقش يعني، واعتبر ان انت يعني مش هتشوف وش النهارده تاني خالص. اجل سعادتك بكره ان شاء الله ولا؟ طب ميرسي عليكم. بس مش قادره اصدق. صدقيني والله قلت له يا عم انت كده هتوديني كده. قلت له انت كده هتودينا كده. انا عامله كده، ايه اللي عايز يخليه كده؟ ازاي تيجي ازاي؟ ماجد، ايه يا ابني؟ مش تسلم وانت داخل ولا ايه؟ ايه يا ماجد مالك؟ في ايه؟ ده انت مش هنا، ده انت في النرويج. انت حاسس اننا موجودين اصلا ولا لا؟ انت بتنح كده ليه يا عم؟ انت هتصورني ولا ايه؟ صورك. لما تقعد تكلم مراتي في عينيها روح امك ابقى صورك. انت عبيط يالا. انت اتجننت يا مين اللي اتجنن ولا؟ مالكش دعوه بالامور. مالكش معاه تاني. هدي نفسك. خليه يظبط نفسه. اوكي هو ايه اللي حصل؟ خلاص يا ناجي، خلاص يا ناجي. بس خلاص. هدي نفسك. يلا يلا باي باي يا جماعه، بعض. يلا يلا. هو في ايه؟ ما تسأله. انت مش معقول بجد، بقيت مش معقول يا ماجد، حرام عليك. انت بالطريقه دي هتخسرني كل الناس. انت ايه يا بنت؟ مش فاهمه؟ بغير عليك، انت فاكراني ايه سجق؟ يخرب بيتي غيره يا شيخ.
انت شفتيش الواد كان قاعد بيبص عليك ازاي؟ طب ما انا كل راجل بيشوفني بيبص لي بالطريقه دي. انا ياسمينه يا حياتي، هتمشي بقى تدور الضرب في كل رجاله البلد؟ نسيت. ياسمينة النجمة الأمورة اللذيذة اللي جرى معاها عيل خرق، مش كده؟ لا بقول لك ايه، انا السكة دي ما تاكلش معايا، وانت عارفة شخصيتي من الأول. انا ولا هشوفك في حتة، ولا عايز اشوفك وسط رجالة، ولا عايز حد يعرف ان انا اعرفك اصلا. يبقى احسن برضه. ماشي ماشي يا ياسمينة، انا هعمل لك اللي انت عايزاه. رايح فين؟ في داهية. انا جاي يا باشا اجيب لي معاليك فلوس البضاعة اللي خدتها منك. وما لقيتش كيس اعفى من ده شويه؟ ليه يا باشا؟ طلع منه راحة زفرة؟ الحمد لله على السلامه يا طلبه. الله يسلمك يا سعاده الباشا. غمه وانزحت خلاص. على فكره طلعت عمل شغل كويس قوي وانت في الحبس. طبعا يا باشا، ما هو تربيتي وصبي وجوز اختي برضه. ايوه بس واضح ان التلميذ تفوق على استاذه بكتير. تقول يا باشا؟ طلعت انا المره دي هديك بضاعه اكتر من المره اللي فاتت، وطلبه هيساعدك في توزيعها. ساعده ده يا باشا؟ معلش مؤاخذة بس يعني ازاي اساعد الصبي بتاعي؟ يا باشا انا صاحب المنطقة وانا اللي بشتغل طول عمري فيها، اساعده ازاي يعني؟ ايوه طلبه، بس انت عليك مراقبه دلوقتي ومش هينفع. شروات، انت بتعيطي؟ شيرو، في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ مالك مامي؟ بليز يا مامي سيبيني لو سمحتي دلوقتي، مش قادرة اتكلم. لا مش هسيبك، انت بتعيطي بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ قولي لي يا حبيبتي، ايه اللي حاصل؟ مش انا مامتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو رامي الوحش صح؟ حصل ايه؟ رامي هيسافر امريكا يا مامي، هيسافر ويسيبني. قلقتيني، هو ده الموضوع. هيسافر. بصي يا شروت، انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقي تحصليه وتروحوا انتوا الاتنين لامريكا. رامي خلاص يا مامي مش عاوزني، رامي فشكل معايا خلاص. يغور في 60 داهيه. رامي ايه ده؟ انت شروت بنت فريده. مامي انتي مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. بصي لي كده، ايه اللي مش فاهمه حاجه؟ هو في ايه؟ مش انا مامتك؟ مش انا حبيبتك؟ بصي يا شروت، اي مشكله يا بنتي ممكن تقوليها لي وانا هقف جنبك وهساعدك. قولي لي، هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ ما تقولي، ما تتكلمي. حصل؟ اعمل فيك ايه؟ قولي لي بس، اعمل فيك ايه؟ قولي لي بس اعمل فيكي ايه؟ وتبصيلي بتعيطي دلوقتي، بتعيطي. ما كنت تعيطي قبل ما تعملي اللي انت عملتيه انت ورامي. لا، ويسافر المنحط ابن الكلب عمل عملته وسافر. انا مش هسامحه ومش هسامحك. مش هسامحك. يا مامي مش مؤمن سامحي، هو المهم تسامحيني انا، انا اسفه. تعالي يا حبيبتي، تعالي. حلا في ايه يا فريده مالها؟ مفيش ازاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكله ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما اشغلش بالي ازاي يا فريده؟ دي زي بنتي، مش كفايه اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ أنا تعبانة. تصبح على خير.